بما إنه نحن على أبواب الشتي، فلازم أكيد بكل بيت يكون موجود هذا النوع من أنواع المخلل اللي هو مخلل اللفت والشوندر. من أطيب أنواع المخللات اللي ممكن نحفظهم بالبيت. رح أحكي فيها تفاصيل كتير مهمة بهذا الفيديو عن طريقة التقطيع، عن طريقة المي والمحلول اللي رح نضيفه، كيف يقاوم معنا ومن دون ما يهلط معنا ولا أبدا يتغير النتيجة من بداية عمله. رح أحكي كمان عن شغلات كتيرة بالفيديو يمكن هي تكون بسيطة لو سمعتوها، بس هي مهمة كتير بالنسبة لطريقة الحفظ. هون بداية عندي كيلو من الشوندر وثلاثة كيلو من اللفت. أول شغلة رح أعملها هي إني غسلتهم منيح، وبعدها بالسكين شلت الأماكن المضربة باللفت وبالشوندر. مثل ما عم تشوفوا هذا هو الشوندر. بدي أحكي كمان شغلة ونوه عنها، إنه اللفت والشوندر لازم نبلش بالمخلل لإله ببداية الشتي، يعني ببداية أول ما تقطيع. ينزل على الأسواق. هلا لو بدنا ما نحن نحفظه على نستنى مدى السنة لبعدين رح لأنه بيعطينا أقطعه قساوي لقطع ومنا سميكي. طيب مهم بنوب كتير إنه وبيهلط يكون معنا. القطعة معنا سميكي. مثل ما شفتوا الحبة قطعتها لأربع قطع بس. أما الطريقة الثانية للتقطيع، رح أقسم الشوندراي أو اللفت لثلاث قطع مثل ما شفتوا، قطعهم بقطعة البطاطا. هلا هاي الطريقة مشان يعطي معنا منظر حلو، وهاي الطريقة بنفس الوقت أنا رح استخدمهم بشكل مباشر، يعني بعد ما أخليلهم. يعني ببداية التخليل أنا رح استخدم أول المطربانات اللي قطعتهم بهذا الشكل، والقطع السميكي رح خليهم لمدى السنة إن شاء الله. هيك منظرهم أحلى وبيعطوا منظر كتير حلو. وهاي الكمية اللي قطعتها رح أضيف لهم 2 معالق من ملح الخشن، يلي هو الملح الصخري. كتير ناس بتسألني شو يعني الملح الصخري. عنا بسوريا الملح الصخري يعني هو اللي بيكون خالي من اليود. رح اقلبهم حتى يتوزع الملح على الكمية بالكامل، ونسفهم مثل ما عم تشوفوا. وبعدها رح اتركهم يعني لا يقل عن 4 ساعات. وبعد 4 ساعات مثل ما عم تشوفوا رح تكون زلة المي كلياتها نزلت منهم. هاي المي هي اللي بتعطينا الملمس المزيبق او مثل ما بيقولوا اللزج. لهيك نحنا حطينا الملح بالبداية لحتى ينزل معنا وما يكون معنا اثناء التخليل. هلا رح اغسلهم وصفيهم على جنب. خطوة الغسل كتير مهمة، لا تستغنوا عنها. وهلأ بنيجي لتجهيز الشوندر. الشوندر أنا قطعته بهذا الشكل كمان على قطع كبيرة. القطع السميكي بتخلي يعني يدوم معنا المخلل لوقت أطول، وما بيخليه يهطل معنا بسرعة. هلأ هون بدي أحكي عن شغلة التعقيم. المطربانات مهم كتير إنه يكونوا معقمات وجافات تماما، ما بده يكون فيها أبدا مي. ولما بدنا نضيفهم يعني يفضل إنكم تلبسوا كفوف، لأنه المخلل كتير حساس بهيك نقطة. راح أوزع أنا كمية من اللفت وكمية من الشوندر معهم. انتوا إذا بتحبوا لون اللفت ياخد اللون الكتير زهر، فيكن تضيفوا زيادة شوندر معه. هلا هوني أنا اللي ضفتهم للي بدي استخدمهم بشكل مباشر أنا عم حطهم مع بعضهم. وعطول خلوا آخر طبقة هي طبقة الشوندر. وهدول هلا المطربانات اللي بدي احفظهم على مدى السنة ان شاء الله. كمان حطيت القطع السميكي كلياتها مع بعضها. بحط اول وجبة من اللفت، وبعدها بحط شوندر، وبرجع كمان بحط لفت، واخر طبقة بحط كمان من الشوندر حتى ينتهوا عندي الكمية بالكامل. راح اسطرهم بالمطربانات وارجع لكم. بس في عندي واحد من المطربانات حبيت اني ارجيكم كيف انا عملته. هلا هون ضفت جزر وملفوف مع اللفت والشوندر. قطعت الملفوف وفركته بالملح، وتركته حوالي ساعة كمان لحتى زلت المي منه هو والجزر. وبعدها غسلته وضفته بالمطربانات مثل ما عم تشوفوا. هاي الطريقة بتجنن، ما بده لا سلق الملفوف ولا أي شيء، مجرد نفركه بالملح ليروح القساوي منه. وبتروح المادة اللزجة، يعني طريقة الفرك بالملح بس مشان نتخلص من المادة اللزجة اللي بتتشكل على المخلل. وهيك صار المطربان معنا جاهز. رح انتقل معكم هلأ بعدها للمحلول. المحلول الملحي اللي رح نضيفه.
هلأ بداية أنا هون راح أحكي عن المي لازم تكون معقمة، ولو ما أنا متوفر عنا المي جاهزة ممكن نغلي كمية ونتركها حتى تبرد ونستخدمها. هون أنا عندي كمية من الملح. في كتير ناس على الذوق يعني بيستحكموا بالطعم، لكن للي بيحب العيار لكل لتر أنا ضفت معلقتين من الملح الصخري، معلقة سكر، وربع معلقة من الملح الليمون. هون بحركه لحتى يذوب بشكل كامل، وبعدها بضيف معلقة السكر. يعني الملح بذوبه بالبداية أول شيء، بعدها بضيف معلقة السكر وربع معلقة الملح الليمون، كمان بحركهم تماما لحتى يذوبوا معنا. في كتير ناس بتستخدم بدال ملح الليمون الخل الأبيض، لكن يفضل ملح الليمون لأنه النتيجة بتعطيه أفضل. راح أضيف للمطربانات وبرجع بعيد أنا المحلول لحتى تخلص معي الكمية بنفس الخطوات بالكامل. بدي أحكي مشان الغطا تبع المطربان، يفضل إنه يكون الغطا جديد. لو كان الغطا اللي عنا إياه قديم ما راح يكبس معنا وما راح يضغط، لهيك أنا بفضل إنه يكون الأغطية جديدة. وبعد ما نعبيهم نضغطهم كتير منيح، نتأكد إنه تسكروا ونضغطهم، نقلبهم على تم المطربان وبنتركهم لحتى يطلع كل الفقاعات منه. بنتركهم تقريبا حوالي ساعتين مقلوبات. ما شاء الله اللون قبل ما ياخد التخليل عاطي الجمال لحاله بيحكي. وبعدها بنحفظهم بمكان يكون بعيد عن الشمس، بأي خزانة بالمطبخ. أهم نقطة إنه تكون بعيدة عن الشمس. وبعد الضغط بأسبوع ممكن إنه نستخدمه بيصير معنا جاهز للأكل. ما شاء الله اللون لسه الطعم لحاله بيحكي مثل ما نكون عم تشوفوا قدامكم. اللون كان رهيب والطعم كان رائع. والله الطريقة من أنجح الطرق اللي ممكن تجربوها. أنا هاي الطريقة بستخدمها من سنين وأبدا ما بغيرها. طريقة ناجحة 1,000,000%. بتمنى لكل حدا رح يجرب الطريقة أو يشاركني طريقتي، بتمنى أنكم تجربوها وتشاركوني فيها على صفحتي على الفيسبوك أو على الانستغرام. المنظر لحاله بيحكي. القرشة كانت بتاخد العقل. رح يضل معكم محافظ لأكثر من سنة على ضمانتي، بدون ما يهترى وبدون ما يصير عليه أي شيء. بس رح أحكي على شغلة إنه اللي بدنا نستخدم المطربان يفضل إنه نحطه بالبراد بعد الاستخدام لحتى يضل محافظ على القرشة. وبشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. بتمنى تشاركوني مثل ما حكيت أي شيء بتشوفوه عندي على القناة وبتستخدموا الطريقة، بتمنى تشاركوني فيها بالتعليقات. ولو كنتوا أول مرة بالقناة بتشوفوها لا تنسوا تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ودمتم برعاية الله. سلام.